خصنا نشتغلوا عليها بصمت، ماشي الاعتبارات الداخليه لا الاعتبارات الخارجيه بالدرجه الاولى. لا فونداسيون بيل غيت في الدراسات ديالها لقات بان ازيد من 40% من السكان العالم اللي فقراء كيتوجدوا في البلدان الاسلاميه، ولذلك العمل ديالها غادي يكون المجهود ديالها اكثر من 40% في هذه البلدان. ما قلبت على شريك باش تشتغل معاه في هذه البلدان اللي ديجا عنده بنيه موجوده لا اداريه ولا تجربه ولا كذا، هو البنك الاسلامي الكبير. بما ان بيل غيت مشى لدول الخليج استقبل من طرف الامراء هناك واسسوا واحد الصندوق سيادي اخر الى حدود الساعه على حسب البيانات اللي خرجوا، كاين قطر وكاين السعوديه وكاين الكويت. انا شخصيا ملي سمعت هذا الشيء ودخلت كنفتش على موقعنا داخل هذه الخريطه، لقيت المغرب ما كاينش. وهذا اي واحد يمكن في الاول يرجع هذه واحد 6 شهور غادي يلقى بان المغرب غير معني نهائيا بهذا الدعم. علاش؟ لانها كتعتبر وفق المؤسسات الماليه الدوليه بان ماشي من الدول الفقيره، من الدول المتوسطه، ومؤسسات بيل غيت ما كتدخلش في الدول المتوسطه. في هذاك الوقت بدينا اتصالات مع هاد الشركاء بخصوص مع البنك الاسلامي للتنميه، بعض الاصدقاء اللي كيعرفوا لا فونداسيون بيل غيت كيعرفوا الطريقه باش كتشتغل، ماشي كيعرفوها معرفه شخصيه، الطريقه باش كيراها. بدينا كنديروا دعايه للجهه لانه ربما ان المغرب في المؤشرات الدوليه وهذا حقيقه من الدول المتوسطه، ولكن كاين واحد التفاوت داخل المغرب. هذه الجهه ديالنا بالخصوص في القطاعات المستهدفه من طرف بيل غيت كتعاني. القطاعات المستهدفه من طرف